مشاهدينا صباح يوم جديد، يوم سعيد بتطل من خلاله المصرية على كل بلادنا العربية، من مشارقها لمغاربها، من المحيط للخليج. وبقول لكم صباح يوم جديد، يومكم كله تفاؤل وبركة ورزق. النهاردة جايين لكم ومعانا شنطة حكايات كتير، حكايات بين الماضي بين الحاضر، بتعبر عن ثقافتنا، عن تاريخنا اللي موجود لسه في شوارعنا ومياديننا، واللي بنعبر عنه بمدينة من المدن العربية. بنحكي لكم حكاياتها ونشوف سحر الطبيعة فيها وجمالها، كمان عن بطل من أبطالنا اللي أثروا فينا ويمكن في العالم كله من شخصياتنا العربية. بنحكي لكم كمان عن كلمة عربية ممكن يكون شكلها إن هي كلمة غربية، لكن في الحقيقة بندور ونبحث وبنكتشف إن في الأصل أصلها عربي. كمان بنحكي حكاية ما بين الخيال أحيانا وما بين الحقيقة أحيان تانية. تعالوا كده نبتدي يوم جديد ونقول إيه؟ صباح الخير. صباح الخير وعلى الله تبقى دنيا رايقة، ده اليوم شكله جميل يا ما شاء الله، حتى ضحكة رايقة على طريقنا ومش في بالنا، فطرنا وشربنا شاينا، وده مين ده اللي يضايقنا ولا يعكر مزاجنا؟ لا انسى انسى قافش كده وسايق فيها، قولي بس مالك، ما تركزش بقى وعديها، ما تحطش في بالك لكل ما اشوفك مكشر، عم انت يا عم جبار، وبتكون الدنيا واقفة ما هي ماشية، الله أكبر، ما تنسى يا سيدي انسى. نيجي مشاهدينا لأول فقرة معانا، وهي فقرة الموضوع. ودايما بقول لكم إن إحنا في فقرة الموضوع بنجيب كل مرة موضوع مختلف. النهاردة هنتكلم عن رسالة إنسانية لكتير جدا عملوا بيها، والحقيقة إحنا مش هنتكلم عنهم بس في الدول العربية، لا إحنا هنتكلم عنهم في العالم كله. أطباء المهجر. أطباء المهجر حوالي 100,000 طبيب عربي موجودين في كل أنحاء العالم، في أوروبا وفي أمريكا، ومنهم أسامي طبعا كلنا عارفينها وشرفونا بشكل كبير جدا في العالم، زي مثلا طبيب القلوب الدكتور مجدي يعقوب. وكمان عندنا طبعا في بريطانيا عندنا إلياس زرهوني، أدار أكبر منظومة للصحة في أمريكا. وأيضا عندنا منصف السلاوي، واللي كان ليه الحقيقة فضل كبير جدا جدا وطوق النجاة تقريبا في فترة كورونا. الحقيقة الأطباء دول شافوا الطب الصح، الطب من المنظور الحقيقي، الطب إنه مش مجرد مهنة، لا الطب رسالة إنسانية كبيرة جدا. ومش بس كده، هم حاولوا إن هم يشتغلوا بجد وضمير في البلاد الأجنبية، فبالتالي شرفونا ورفعوا راسنا بشكل كبير جدا. عنهم وعن أطباء المهجر هيكون موضوعنا النهاردة. يلا بينا.
الطب في جوهره هو رسالة إنسانية ما بتعرفش حدود أو لغات، وفي تاريخنا العربي الحديث ظهرت قوة ضاربة من العقول قدرت تقتحم أكبر المؤسسات الطبية في العالم. إحنا مش بنتكلم عن مجرد أطباء ناجحين، إحنا بنتكلم عن أكتر من 100,000 طبيب عربي هم النهاردة بيمثلوا العمود الفقري لمستشفيات أوروبا وأمريكا. عقول سافرت وهي شايلة حلم كبير وقدرت تحول اسم الطبيب العربي لعلامة مسجلة في الدقة والابتكار. البداية لازم تكون بتقدير سير القلوب الدكتور مجدي يعقوب، الراجل اللي لقبته بريطانيا بملك القلوب، مش بس لمهارته في زراعة الأعضاء، لكن لأنه غير فلسفة الطب الإنساني في العالم كله. ومن لندن لواشنطن بنلاقي الدكتور الجزائري إلياس زرهوني اللي أدار المعاهد الوطنية للصحة في أمريكا وطور تكنولوجيا رنين المغناطيسي اللي خلت تشخيص الأمراض المعقدة أسهل بكتير. والعالم مش ممكن ينسى اللحظات الصعبة وقت جائحة كورونا لما كانت الأنظار كلها متجهة للدكتور المغربي منصف السلاوي اللي أشرف على تطوير اللقاحات في أمريكا وكان بمثابة طوق النجاة اللي العالم كله استناه عشان يواجه خطر الوباء. أما في أمريكا فالدكتورة السعودية غادة المطيري قدرت تذهل الأوساط العلمية بابتكار الكبسولة الذكية اللي بتعالج الأورام والالتهابات بالضوء، وعندها أكتر من 10 براءات اختراع بتغير شكل الطب الحيوي. وما ينفعش ننسى فرنسا الدكتور اللبناني ناجي حبيب رائد جراحة الكبد اللي اخترع مشرط حبيب اللي بيستخدم الترددات اللاسلكية لتقليل النزيف، وده ابتكار بقى موجود في غرف العمليات في كل حتة في العالم النهاردة. الحكاية مش بس أسماء كبيرة، الحكاية موجودة في كل بلطو أبيض بيلبسه طبيب عربي في مهجره. هؤلاء الجنود المجهولين هم اللي شايلين سمعتنا بره بمهاراتهم في التعامل مع أعقد الحالات وبإخلاصهم اللي بيخلي المريض الأجنبي يثق في علمهم ونباهتهم. في النهاية أطباء المهجر هم القوة الناعمة للعرب، هم الدليل إننا شعوب بتمتلك الجينات اللي بتصنع التميز لما بتلاقي الفرصة. النهارده في فقرة الانفوجراف واللي دايما بقول لكم ان احنا بنتكلم فيها عن شخصية عربية أثرت في العالم. إما العالم العربي لأنها شخصية أدبية فبالتالي لغتنا العربية خاصة بينا، أو العالم ككل لما الموضوع يكون خاص بالفلك أو الهندسة أو العلوم عامة لأنها بتكون أثرت في العالم كله. النهاردة الشخصية العربية معانا مش مجرد شخصية عربية، هي كمان امرأة سبقت عصرها بآلاف السنين. مش هتصدقوا انه اللي اخترعته او اللي اهتمت بيه احنا بنستخدمه في موبايلاتنا كل يوم، مريم الأسترلابي. الحقيقة انه هي كانت عايشة في القرن العاشر، كمان هي سورية الجنسية،
اهتمت بعلم الفلك وفي نفس الوقت الهندسة. ايه بقى اللي اخترعته او ايه اللي اهتمت بيه؟ اللي احنا دلوقتي بنسميه الجي بي اس، اللي عن طريقه بنعرف الطرق والاماكن وكده. هي من زمان طورت في جهاز الاسترلاب المعقد، وقدرت من خلاله ان هي تخلي رحالة كتير ومسافرين كتير يستخدموا البحر بمنتهى السهولة، يستخدموا الصحاري بمنتهى السهولة، يقدروا يعرفوا طريقهم وما يتوهوش فيه. وده اللي احنا دلوقتي بنستخدمه في موبايلاتنا زي ما قلنا، وفي ناس من غيره ما تقدرش تعرف الطرق خالص. ما بقيناش نسأل، ما بقيناش ان احنا نحاول ان احنا كده نشوف مين ماشي هنا وماشي هنا، بنخش الطرق واحنا على الاقل مستريحين ومش خايفين وقلقانين، خاصة اللي موضوع التوهان ده ممكن يكون عقدة كبيرة جدا عند ناس كتير. زي ما قلت لكم ان هو مش مجرد مخترع، هي امرأة، فده دليل كمان ان المرأة العربية منذ آلاف السنين كان ليها باع طويل جدا في عالم العلوم، وكانت مخترعة بدرجة امتياز. يلا نشوف مع بعض فقرة الانفوجراف. فقرة المرشد السياحي، واللي بحبها جدا لأني بسافر معاكم وبتعرف على أماكن كتير جدا في وطننا العربي معظمنا ممكن يكون ما سمعش عنها، مش بس ما زارهاش. فالنهاردة هنروح لمكان نقدر نقول كده إنه جامع بين السينما وبين التاريخ. هنروح لمكان في المغرب بيسموه هوليود أفريقيا، قصة عايت بن حدو. عايت بن حدو الحقيقة هو مكان كله مبني من الطين وكمان الخشب، مسجل في اليونسكو كتراث عالمي معماري. اللطيف بقى واللي احنا بقول لكم فيه انه عالم السينما انه اتصور فيه اشهر مسلسلات وافلام غربية. فهنشوف مثلا انه في تصور جليديتور، جيم اوف ثرونز، ايضا ذا مامي. كل ده اتصور في هذا المكان عايت بن حدو، وهو في ورزازات في المغرب.
مكان بيدل على عبقرية البناء الأمازيغي. نقدر نقول انه لوحة فنية رائعة، وعشان كده استخدم كلوكيشن لكتير جدا زي ما قلت لكم من افلام السينما العالمية. جماله، بنائه، شكله، كل ده هنشوفه مع بعض من خلال فقرتنا الجاية والمرشد السياحي. يا أهلا بيكم في رحلة جديدة. النهاردة احنا في مكان ملوش زي، مكان بيجمع بين ريحة التاريخ وسحر السينما العالمية. احنا في قلب المغرب، وتحديدا في قصر قايد بن حدود. أول ما عينك تيجي على المكان هتحس إنك قدام لوحة فنية مرسومة يدوي. القصر ده مش مجرد بيوت قديمة، ده عبارة عن إغرة أو قرية محصنة مبنية فوق تلة عالية وسط وادي أونيلا. العمارة هنا بتعتمد بالكامل على الطين والتبن، وهي دي العبقرية. إزاي خامات بسيطة من الطبيعة تقدر تصمد مئات السنين قدام عوامل الزمن. لو دخلنا جوه الممرات الضيقة هنشم ريحة التاريخ في كل مكان. القصر ده كان زمان شريان حياة، محطة رئيسية للقوافل التجارية اللي جاية من إفريقيا ورايحة لمراكش. كانت الجمال بتتحمل هنا بالذهب والملح والتوابل، والساحات دي كانت بتضج بأصوات التجار من كل مكان. وبسبب قيمته التاريخية والمعمارية الفريدة، اليونسكو ضمت المكان ده لقائمة التراث العالمي سنة 1987. لكن المثير فعلا في قايد بن حدود إنه مش بس أثر تاريخي، ده كمان بطل سينمائي. المكان ده هو هوليود أفريقيا. لو حسيتوا إن الزوايا دي مألوفة فده لأنكم غالبا شفتوها في أفلام عالمية زي جلاديتور أو لورنس في أرابيا، أو حتى مسلسل جيم أوف ثرونز. المخرجين العالميين بيعشقوا المكان ده لأن الإضاءة الطبيعية مع ملمس الجدران الطينية بيدي كادرات مستحيل تتنفذ في أي استوديو في العالم. ورغم كل الصخب والسينما لسه في ناس عايشين جوه القصر متمسكين ببيوت أجدادهم وبحرفهم اليدوية البسيطة. هتحس وانت ماشي إن الوقت وقف، مفيش غير صوت الهواء وصوت خطواتك على الأرض الترابية. قصر قايد بن حدود مش مجرد مزار سياحي، ده رسالة حية بتقول إن الأصالة هي اللي بتعيش، وإن الإنسان لما بيبني بتناغم مع بيئته بيقدر يصنع خلود من شوية طين. فقرة كلمة ومعناها بتدل إن تراثنا العربي أثر في كتير جدا جدا من الدول في مختلف أنحاء العالم. يعني مش بس اللي احنا متخيلينه إن كلماتنا، بعض كلماتنا جاية من لغة الاستعمار سواء الإنجليزي أو الفرنساوي، لأ، ده كمان كلامنا العربي أثر في العالم كله. وده اللي بنكتشفه مع بعض، واللي بصراحة بيبهرني في فقرة كلمة ومعناها. فعندنا النهاردة كلمة لا يمكن نتخيل إن هي كلمة عربية، ترسانة. الحقيقة إن الكلمة دي سافرت بقى من عندنا وراحت للعالم كله وأثرت فيه لدرجة إن أكبر نوادي إنجلترا متسمي على الاسم ده، وهي أصلها أصلا عربي. والحقيقة هي عبارة عن دمج بين كلمتين. إيه هما بقى الكلمتين وهي أصلها عربي إزاي؟ ده اللي هنعرفه مع بعض من خلال كلمة ومعناها. يلا بينا.
جينا لفقرة حكايات عربية، وقلت لكم قبل كده ان احنا حاولنا نطور في حكايات عربية شوية. احنا الحقيقة ابتدأناها الأول بان هي تبقى حكايات عربية لطيفة كنا بنسمعها من أجدادنا. وبعدين قلنا طيب ما نحاول ان احنا ندمج كده ونشوف كمان قصص حقيقية بقى، يعني نخليها شوية قصص تحرك خيالنا وشوية قصص حقيقية نعرف منها عن تاريخنا العربي بشكل كبير. النهاردة هنتكلم عن شخص هارب وكان وحيد وهربان، وسبحان الله ان هو من الوحدة والهروب ده كون امبراطورية هزت العالم، صقر قريش. والحقيقة ان الاسم ده مش اللي سماه بيه احنا خالص، اللي سماه بيه ألد أعدائه. طيب هو كان هربان ليه وكان وحيد ازاي واتحرك ازاي من الشام لغاية الأندلس، ولا كان معاه بقى لا جيش ولا فلوس ولا أي حاجة، شخص هربان وحيد. وبعد كده سبحان الله انه كون امبراطورية رائعة، وهو عبد الرحمن الداخل ده اسمه الحقيقي، لكن لقب بصقر قريش زي ما قلت لكم، ومش احنا اللي لقبناه، لا ده ألد أعدائه. حكايته ايه بقى وتحول ازاي من كده لكده وبقى اسمه معروف في التاريخ عندنا؟ ده اللي هنعرفه من خلال حكايات عربية. يلا بينا. لما سقطت الدولة الأموية ما بقاش في مكان للأمان. في لحظة تحول الأمراء لمطاردين والقصور لساحات قتل، ومن وسط الدمار ده خرج شاب واحد قرر إنه ما يستسلمش للنهاية، وبدأت أعظم رحلة هروب وبناء في التاريخ، حكاية عبد الرحمن الداخل. العباسيين كانوا بيطاردوا أي حد من نسل بني أمية، وعبد الرحمن لقى نفسه قدام اختيار واحد، يا الموت يا المعجزة. وأشهر مشهد في هروبه كان على ضفة نهر الفرات، الخيول وراه والموت قدامه. رمى نفسه في المية هو وأخوه الصغير عبيد الله. العباسيين نادوا عليهم وادوهم الأمان المزيف. أخوه صدق ورجع، وعبد الرحمن شاف بعينه السيف وهو بيسبق وعد الأمان وبيطير رقبة أخوه. باللحظة دي عبد الرحمن ما بقاش بيخاف. عالسنين طريد في صحاري أفريقيا، بيغير ملامحه، بيمشي لوحده، بيعتمد على ذكائه وقدرته إنه يكسب ود القبائل، لحد ما وصل لشط البحر وبص ناحية الأندلس وهو عارف إنها دي فرصة العمر الأخيرة. السؤال الأهم بقى، إزاي هارب وحيد قدر يبني دولة؟ لما نزل الأندلس ملقاش الدنيا مفروشة ورد، لقاها بلد ضيعة ومتقسمة لقبايل بتنهش في بعضها. وهنا ظهرت عبقرية صقر قريش، وهو ما دخلش يهد المعبد، هو دخل يلم الشمل. لعب على وتر الحنين للأمويين وجمع القلوب بذكاء قبل ما يجمعها بالسيف. وبمجرد ما استلم الحكم في قرطبة بدأ يبني كيان ملوش مثيل. عمل جيش قوي ولاءه للدولة مش للقبيلة، وبنى نظام إداري وقضائي خلى العدل يرجع للناس، وبدأ يعمر الأرض بالزراعة والبنى لحد ما خلى الأندلس جوهرة بتنور لأوروبا كلها وهي غرقانة في الضلمة. عبد الرحمن الداخل علمنا إن مش مهم أنت بدأت إزاي ولا إيه الظروف اللي هربت منها، المهم أنت ناوي تروح لفين. الهارب اللي كان بيدور على حياة صنع تاريخ لسه بنحكي عنه لحد النهارده.
وللأسف مشاهدينا الوقت فعلا معاكم بيعدي بسرعة. قدمنا لكم عدة فقرات في يوم جديد، يا رب بجد تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بيها كمان. اتكلمنا عن أطباء المهجر فقرة الموضوع، اتكلمنا عن كلمة الترسانة اللي أصلها عربي وأصلا كلمتين مع بعض اندمجوا وكونوا كلمة الترسانة. كمان اتكلمنا عن مكان رائع كلوكيشن للأفلام العالمية في المغرب عيد بن حدو، واتكلمنا عن مرأة عربية كانت السبب في ان احنا نوصل للجي بي اس دلوقتي، وهي مريم الأسترلوبي. يا رب بجد تكونوا استمتعتوا معانا، وانتظروا فقرات جديدة، معلومات جديدة تستمتعوا بيها ان شاء الله الأسبوع القادم في نفس الميعاد ويوم جديد. واقول لكم ايه، صباح الخير.